عمرك سألت نفسك ليه دايما أول محاولة بتطلع وحشة؟ ما هي علشان هي وحشة أصلا. وأنا عارف أنا أصلا مش شاطر في حاجة. لأ، هي مش وحشة، هي معمولة عشان تبقى وحشة. كل مرة بتبدأ حاجة جديدة بتطلع وحشة. أول محاولة ليك فاشلة، أول تجربة ليك نيلة. ده مش علشان أنت فاشل، ده علشان عقلك لسه بيتعلم. كل محاولة فشل أنت بتعدي بيها بتقدمك خطوة لقدام. في تفاصيل كتير أنت مش بتشوفها غير لما بتحاول وتفشل. عقلك لما بيشوف حاجة متقنة بيفهمها بسرعة، بس لما بتيجي تجرب بتكتشف إن الموضوع أصعب بكتير. بس ده عشان عقلك لسه بيتعلم. يعني إيه؟ يعني كل الناس كانت كده؟ كل الناس كانت كده. كل حد محترف دلوقتي هو في يوم من الأيام كان أسوأ نسخة من نفسه. بس أنا ليه كل ما أبدأ في حاجة النتيجة بتطلع وحشة؟ طبيعي، لأن أول محاولة مش معمولة علشان تكون ممتازة، معمولة علشان بس تبدأ. المشكلة الوحيدة إنك بتتوقع من نفسك الكمال من أول خطوة ليك، وأول خطوة عمرها ما كانت كاملة. جرب واغلط وتعلم، المهم تستمر. حتى لو النتيجة طلعت وحشة، حتى لو النتيجة طلعت وحشة. استنوني الحلقة الجاية. التقليد مش ضعف.